يسعد لي كل اوقاتكم. تعالوا اليوم سوا نساوي حلاوة بالجبن بطريقة حتكون جدا سهلة وسريعة إذا عملناها على مراحل بمقادير سهلة وبسيطة. بتمنى تتابعوا الفيديو، تجربوا الوصفة وترجعوا تعطوني رأيكم. رح نبدأ مع القشطة المنزلية اللي رح تعتمدوها بأغلب الحلويات. طريقتها جدا سهلة وبسيطة، بس لازم تنعمل قبل الحلا اللي رح نساويه أقل شي ب4-5 ساعات مشان تبرد. 3 كاسات حليب، 5 معالق كبيرة سميد ناعم، 3 معالق سكر، وغطا مي زهر. بدنا نضل نحرك المزيج على البارد وبعدين على الغاز طبعا ليطلع معي المزيج مثل ما انتم شايفين، وهيك صارت القشطة جاهزة. بنفس الوقت طبعا انا مجهزة القطر اللي هي 3 كاسات سكر مع 1.5 مي، وبدي اتركهم على طرف ليبردوا. كاسة سميد ناعم مع كاسة سكر وكاسة مي، طبعا الكل بنفس الحجم، وغطا المي زهر او حجم معلقة، وبدنا نحركهم طبعا على البارد. نشغل الغاز تحتهم نضل نحركهم لان نحصل على القوام المطلوب. بعدين بدنا نضيف عليه الموزاريلا اللي هي 250 جرام موزاريلا. بدنا نضل نحرك العجين لنحصل على القوام اللي بيصير بهالشكل هذا. بتصير عنا عجينة حلاوة الجبن جاهزة. طبعا النار بدها تكون منوسة لآخر عيار، يعني كتير بتكون نار هادية. أنا هون رشيت شوية قطر مشان مد العجين ولف الحلاوة فيه، بس يفضل لو كنت حاطة بلاست كمان، بس أنا كان بقيان عندي شقفة صغيرة استخدمتها بعد ما مديت العجين وحطيتها للبلاست ومديته بالشوبك. وبعدين بدي لفه مثل ما نكون شايفين وحطه بالبراد أقل شي 5 ساعات بعدين قطعه. Çok sevdim suçlu benim, size yemin ederim. Artık aşk yok, sevmek yok, sevdim. Yandım valla, sevdim, sevdim valla. Sevdim, yandım valla. Sevdim diye aşk yerine derdi kederi buldum. İstemeden bu başıma büyük